الله. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رجعت لكم النهاردة في فلوج العيد، وهنبتدي من خروجة يوم الوقفة، او هي خروجة ليلة العيد يعني. تمام. الخروجة دي كانت الساعة 12. عايزة اقول لكم يوم الوقفة عملت فيه حاجات كتير قوي، فكنت تعبانة وما لحقتش ننزل، يعني ما لحقناش ننزل غير متأخر. وكان المفروض ان احنا عندنا حفلة، اللي هي حفلة السينما يعني، تبتدي الساعة 12 بالظبط. كان المفروض الفيلم هيبتدي 12 بالظبط، واحنا داخلين زي ما انتم شايفين الساعة 12 و5 تقريبا. فتأخير طبعا. الحمد لله ان احنا لحقنا. الفيلم اللي انا شفته فيلم مشروع اكس بتاع كريم عبد العزيز وياسمين صبري. عايزه اقول لكم انا اول مره ادخل فيلم اكشن. تمام، او اللي هو الى حد ما اكشن. الاول كنت بدخل كوميدي، بس السنه دي مفيش كوميدي حلو خالص الصراحه يعني. في فيلم لتامر حسني كده، بس مع تامر حسني حضرت له فيلم قبل كده كان مع هنا الزاهد. كرهت اي حاجه اسمها كوميدي، خلاص كرهت الافلام الكوميدي اصلا كلها. المهم شفنا الفيلم، والفيلم كان حلو قوي 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 بجد يعني. اتبسطت بيه وحسيت انه يعني كان شديدني من الاول للاخر، ما حسيتش بملل خالص. ودلوقتي خلاص الفيلم خلص واحنا مروحين. المول كان خلاص بيقفل، معرفش ليه بيقفل بدري ليله العيد يعني. الناس كلها اصلا سهرانه بره لحد الصبح. كنت بوريكم شوارع اسكندريه عندنا، شوفوا عامله ازاي بجد. الاجواء حلوه قوي قوي ليله الوقفه دي، بالعيد كله تقريبا. انا لو ما خرجتش في عيد وخرجت في الوقفه انا كده تمام مرضيه. وهنا كنا مروحين الساعه 3 الفجر، وطبعا مفيش نوم يوم الوقفه، معروفه هنطبق لحد تاني يوم. تعالوا كده يا حلوين نشوف الاجواء دلوقتي. احنا في وقت التكبيرات، وخلاص صلاة العيد كلها شوية صغيرين وهتبدأ بإذن الله. تعالوا كده أوريكم الأجواء عندي عاملة إزاي. سامعين تكبيرات العيد؟ وما اعرفش صوتي اصلا هيبان ولا لا من التكبيرات، صوتها عالي قوي. عايزه اقول لكم انا بيتي اصلا هو على الساحه اللي هما بيصلوا فيها هنا في المنطقه عندي. فيعني حتى بعد ما بقى معايا سوري ربنا يحفظهم، مبقتش قادره انزل اصلي وكده، فبعيش الاجواء كلها الحمد لله. عايزه اقول لكم العيد اللي فات فرشت في البلكونه وصليت معاهم اساسا. يعني الموضوع تحفه. تعالوا كده معايا، خليني اوريكم حاجه تحفه، حاجه عسل. بصوا دي جلابيه العيد بتاعت سوني. هو المفروض يصحى عشان يلبسها، يعني المفروض ان هو يروح يصلي بيها وكده، بس هو طبعا نايم. والله استحرمت اصحيه. ماشي. بصوا عسل كيوت قوي. ودي البيجامه اللي هو برضو المفروض يصحى عشان يلبسها. تمام. ولسه كمان طقم العيد، كمان طقم العيد، ايه رايكم؟ بنطلون جينز، هو اطول من كده بس انا تانياه. والبتاع العسل دي. صلاة العيد خلصت ويلا بينا بسرعة نحضر فطار العيد قبل ما ييجوا. طبعا أهل جوزي بييجوا يفطروا عندي، دي العادات بتاعتنا في البيت إن هما بييجوا يفطروا عندي وأنا بروح أتغدى عندهم. الفطار بنعمله كبدة اسكندراني. عملت كبدة بالبصل وكبدة بالثوم، يعني اللي هي الكبدة اسكندراني العادي، مع طحينة وبطاطس مقلية وطماطم. ابقوا اكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتفطروا ايه يوم العيد. ماشي. ودلوقتي جه وقت السهرة. طبعا احنا اوريدي كنا روحنا اتغدينا زي ما قلت لكم، معزومين عند اهل جوزي في الغدا، وطبعا اتغدينا فتة باللحمة زي كل المصريين اعتقد. ودلوقتي جه وقت الموفي نايت. اوكي. عملت شوية بوب كورن، وطبعا كنت اوريدي عاملة كيكة وحاجة ساقعة، يعني حاولت اعمل شويه اجواء كده بسيطه. والفيلم اللي اتفرجنا عليه كان اسمه سيكو، كان نازل على يانجو بلاي تقريبا. هو اتعرض في السينما على فكره العيد اللي فات. كنا عايزين ندخله، بس ما كانش ليا نفس الصراحه العيد اللي فات ادخل السينما. بس اتفرجنا عليه وكان حلو وكان لطيف الصراحه. ما ندمتش ان أنا ما دخلتوش سينما للامانه يعني، بس هو كان حلو ان انتوا تتفرجوا عليه في التلفزيون يعني.
نروح دلوقتي لتاني يوم العيد. وتاني يوم العيد عادة في بيتي أنا بنعمل مشاوي، ودي العادة بتاعتنا، ربنا ما يقطعها عادة الصراحة، هي حاجة لطيفة قوي. بس أنا ما بحبش أعمل مشاوي كده لوحدها، بحب أعمل جنبها سلطات وحركات وكده. فالسلطات اللي هعملها النهاردة هتكون سلطة كول سلو، تمام، وهعمل كمان سلطة كوسة، تمام. بس هي حلوه قوي والله، هي سلطه كوسه بالفلفل بالجبنه، حاجه كده تحفه. المهم تابعوني كده، هعمل معاكم السلطات وهتبل معاكم كمان اللحمه والفراخ سريعا. هوريكم تتبيلات، انا اوريدي تبلتها بس هوريكم يعني تتبيلات عملتها ازاي وكده، تمام. وبعدين هنشوي مع بعض، اوكي. فبصوا بالنسبه للكول سلو، بفرم الورق بتاع الكرنب وبفرم معاه كمان جزر، اوكي، في الكبه. وبعد كده بحط نص كوبايه مايونيز، وبحط عليها سكر، وبحط عليها خل، وبحط عليها كمان لبن، ولو عندكم زبادي حطوا زبادي، وبحط كمان ملح، اوكي. وبكده هتكون خلاص الخلطة دي جاهزة. وطبعا بعصر كمان ليمون، اوكي، وبنزلها على الحاجات اللي انا اوريدي عملتها في الكبة زي ما قلت لكم، الكرنب والجزر وكده. في ناس بتحط بصل، انا ما بحبش، بس وبيطلع على فكرة طعمها حلو قوي قوي قوي. بس طبعا مش بيطلع طعمها حلو من الاول، استنوا عليها في التلاجة حبة. بالنسبة لي الكوسة، باخد كوسة وباخد فلفل بقطعهم واحطهم في القلاية او بتقليهم لو عايزة، او ممكن تشويهم في الفرن وتحطيهم تحطيهم في الحاجه اللي انت هتعملي فيها يعني بالهاند بلندر، مع جبنه ومع فصين توم ومع شويه ملح وفلفل اسمر، اوكي، وحبه زيت، بس كده شكرا، تمام. لو عايزه تحطي زبادي برضو مفيش مشكله. فالموضوع بسيط، وعايزه اقول لكم بتطلع طعمها تحفه. بصوا كده خلاص الكول سلو جاهزه زي ما انتم شايفين، حطيتها وعايز اقول لكم ان احنا بنحبها قوي، عشان كده عملت كميه كبيره. سلطه كوسه ما حدش بيحبها غيري عايز اقول لكم عندي ناس اول ما بيسمعوا كلمه كوسه خلاص يعني كده بيقطعوا اي حاجه. بس هي والله مش بيبان فيها طعم الكوسه خالص، جربوها والله هتعجبكم قوي. ممكن تعملوها بالفلفل بس لو عايزين، يعني عادي هتطلع حلوه. وسلطه الطحينه بس انا ما عملتهاش، خليت جوزي يعملها عشان هو شاطر فيها الصراحه. وكمان تبلت بانيه، تتبيله بانيه عاديه بس هو هيتشوى طبعا. وكمان عملت كفته، اعملوها بالطريقه اللي انتوا بتحبوها، بس انا حطيت فيها بهارات برجر وحاجات كده يعني عشان يبقى طعمها احلى. وطبعا هنا كنت خلاص صبعت الكفته، تمام، وحطيتها كده في السيخ عشان تبقى جاهزه على الشوى. في خلال الوقت ده هنبتدي خلاص ان احنا نولع الفحم، تمام. وانا بولعه على البوتاجاز عادي الصراحه. وبعد كده بقوم واخده الاستشوار، الحركه دي على فكره تحفه قوي. باخد الاستشوار وبحطه على الفحم كده، يقوم مولع بقى كل الفحم. يعني انا بولع مثلا كذا واحده كده كبار، اوكي، على البوتاجاز، والباقي بيتولع بالاستشوار، النار كده بتتنقل على يعني فيهم كلهم، فاهمين. وكده جهزت طبعا السفرة، كنت حاطة الكول سلو والسلطات والطحينة بقى والصوصات وكل حاجة، واحنا كده خلاص بدأنا نشوي. زي ما قلت لكم هشوي فراخ وهشوي كمان كفته. السنه اللي فاتت شويت لحمه، قطع لحمه كده يعني، بس بصراحه ما طلعش حلوه خالص، فقلت لا المره الجايه هشوي كده اللي هو فيليه، يعني يبقى الفراخ فيليه وتبقى كمان الكفته كفته، عشان يبقى ضامنه ان هي هتستوي ومش هتكون بتشد ولا اي حاجه. وفعلا طلعت تحفه، طلعت تجنن. انا نفسي تشموا الريحه، يعني انا نفسي بجد انقل لكم الريحه من هنا، بجد طلعت حلوه قوي قوي. بصوا خلوا بالكم ان انا حطيت سواء كان الفراخ او الكفته، حطيتها في ورق فويل الاول، اللي هو ورق فويل يعني فوق الشبكه. وبعد كده لما ضمنت ان هي استوت تمام، استوت وهي محتفظه بالسوائل اللي فيها، رحت حطاها في الشبكه عشان تاخد وش كده وتتسخن. وعايزه اقول لكم انه دي انسب طريقه، ده حسب خبرتي على فكره، انا خبره في الشوي. يعني عايزه اقول لكم انا كنت بشوي في بيت اهلي على طول، دي كانت المهمه بتاعتي. فخدوها مني كده وجربوها، تطلع تحفه، تطلع محتفظه بالسوائل اللي فيها، ومن بره كده هتاخد كمان ريحه الفحم كده، ويا سلام هتطلع تجنن. بصوا كده شكل السفره، حاجه تفتح النفس. انا كده تمام، انا كده عيدي خلص، انا كده ممكن اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. وخلاص كده هختم معاكم الفلوج، يا رب يكون عجبكم، ويا رب تكون اجواء العيد عندي وفي بيتي وفي شقتي عجبتكم، وكل سنه وانتم طيبين. مع السلامه، باي باي.